السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. هنعمل معاكم ان شاء الله النهاردة وصفة جميلة جدا وطعمها رائع. هنعمل صوابع كفتة بمكعبات البطاطس المحمرة بالصلصة الحارة. معانا ربع لحمة مفرومة، معانا قرنين شطة حامين، معانا 2 بصلة مفرومين ناعم جدا ومتصفين من المية، معانا كم عود كده كزبرة خضراء، معانا معلقة توم مهروس يعني، ومعانا طماطم مضروبة في الخلاط دي بتاع الصلصة، ومعانا في التوابل معلش انا نسيت اقدمها بصل بودر، توم بودر، معلقة فلفل اسمر، بهارات لحمة او معلقة مشاوي اللي متواجد عندكم، يا معلقة مشاوي يا معلقة بهارات لحمة. كل حاجة هتنزل في الكبة، الربع المفروم على عودين الكزبرة الخضراء على البصلتين اللي متصفيين من مية حلوة قوي، ولازم يا جماعة يبقوا متصفيين، ومكعب واحد مرقة دجاج، مش عاوزين مرقة الدجاج حطوا ملح. يبقى عفوا التوابل بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر، معلقه بهارات مشاوي او بهارات لحمه، وبس على كده. يعني نعمل كفته عاديه، بس الزياده بتاعتها ان احنا هنحط عودين كزبره معاهم، كزبره خضراء. ماشي، طحناها حلو قوي كده في الكبه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. ماشي، طبعا لازم البصل يتصفى يا جماعه كويس قوي عشان الميه ساعات بتفكك الكفته، وطبعا ميه البصل هنصبع بيها كده. احنا عجننا عجينة الكفتة حلو قوي زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا مية البصل اهي. هما بصلتين وسط كده طحناهم في الكبة وصفيناهم كويس من المية، وسيبنا المية زي ما انتم شايفين. هنصبع الكفتة صوابع رفيعة، وفي معلقة بيكنج باودر صغيرة عشان تدي هشاشة للكفتة وتخلي الصباع حلو كده وماسك مركزه. ماشي، معلقة بيكنج باودر صغيرة. ماشي، هنصبع الكفتة كده صوابع رفيعة، مش عاوزينها كأننا هنشويها وهنقدمها، لان احنا هنحطها لسه مع بطاطس وصلصة، فاحنا عاوزينها صغيرة وترملنا كمية حلوة. بنعملها زي صوابع الكفتة اللي هي بتاعت الرز. ماشي، يعني اكبر منها حاجات بسيطة. بصوا زي ما انتوا شايفين انا بصبعها ازاي اهي. والعجينة بتاعتها كانت جميلة وريحتها روعة روعة روعة. أكلة جميلة يا جماعة، جربوها أقسم بالله هتدمنوها وهتعملوها على طول، وموفرة مش مكلفة، وهتاكلوها بعيش، ممكن تاكلوها برز أبيض، برز بشعرية خطيرة. وممكن تعملوا الكفتة دي تكوروها وتعملوها كور كده ايه مدورة بدل الصوابع الطويلة، بس كده هتبان وتبقى حلوة برضو. ما تنسوش معلقة البيكنج باودر. احنا كنا محمرين كام بطاطاية مكعبات كده وركنينها زي معاكم اهي زي ما انتم شايفين كده كده، كنت لسه مطلعاها من الطاسة. بتعملوا الكمية اللي تعجبكم. وكده كنا صبعنا الربع الربع الكفتة. هنيجي في طاسة كده على النار، هننزل بقى بأي مادة دهنية بشوية زيت أو معلقة زبدة أو سمنة زي ما تحبوا. أنا حاطة شوية زيت. ماشي، طبعا موطين النار شويه، الزيت يسخن، وطينا النار عشان ما نطرطش ونبهدل الدنيا. هننزل بصوابع الكفته كده الاول كده في الطاسه. سهله وما فيهاش اي حاجه، واكله جميله وموفره ومش مكلفه، وفي نفس الوقت طعمها رائع. هتعجبكم ان شاء الله وهتدعولي عليها. هننزل بصوابع الكفته كده اللي احنا عملناها الاول، نحمرها كده في الزيت كده شويه، او في السمنه، او في الماده الدهنيه اللي احنا عاوزينها. بس اوعى تتحرق منكم يا جماعه، يعني ايه مسافه ما صباع الكفتة يتحمر من ناحية نقلبه على الناحية التانية. ده الربع كيلو كله اللي احنا عملنا، اللهم بارك، عمل لنا كمية حلوة زي ما انتم شايفين كده، بالبصلتين، بشوية الكزبرة الخضراء، بالتوابل. لو في معلقة مشاوي يا جماعة حطوها، بهارات اللي هي اسمها بهارات المشاوي بتاع اللحمة. مفيش حطوا بهارات لحمة، مفيش يبقى فلفل اسمر وبصل وتوم ومكعب مرقة دجاج او شوية ملح. يعني كفتة عادية خالص، بس بنزود عليها الكزبرة الخضراء. بناخد العيدان يعني الورق من تحت بس، ما بناخدش العيدان. بنبتدي بقى نقلب صباع صباع كده حبايب قلبي على الجنب التاني، لحد بس ما نحس ان الصباع ابتدى يتحمر من ناحية، بنقلبه على الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده. طبعا النار تبقى وسط عشان خاطر الكفتة ما تتلسوعش مننا وتتحرق. وهي ما شاء الله كانت ماسكة نفسها زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، اكلة تحفة وهتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا انتوا بتعملوا بقى الكمية اللي انتوا عاوزينها، بتعملوا بقى البطاطس الكمية اللي انتوا عاوزينها، والطماطم برضو اللي احنا هنعملها الصلصة بعد كده هتعملوا برضو الكمية اللي انتوا حابينها على حسب كمية البطاطس. وكده كده ما فيش اقل من ربع لحمة،
فاحنا بنعمل بربع لحمة اكلة اقتصادية، ودي بكفة 4 افراد. ماشي يا جماعة، وشكرا لكل تعليقاتكم وحبايبي واخواتي في مصر وخارجها، ومتشكرة جدا ليكم ولكل كلامكم الجميل ودعمكم ليا، وربنا يا رب يديم المعروف والمحبة ما بيننا يا رب، ونوصل كلنا وقنواتنا تعلى يا رب، اللهم امين. بصوا احنا بقينا نقلب كل صباع على حدة كده. طبعا معلش انا بقى ايه الفقرة دي يعني اذا كانت طويلة شوية، بس بوريكم بس عشان خاطر ايه سوى الكفتة بيبقى شكله ايه. بعد كده هي كده اتحمرت من اغلب الانحاء، بنشيل بقى كل الكفتة من الطاسة، بس بنبقى موطين النار عشان ايه الطاسة الصينية اتلسوعت من جنب كده زي ما انتم شايفين كده، عشان هي الصينية واسعة شوية. ماشي، فانا قلت واسعة عشان تكفي الكفتة وتكفي البطاطس. معلش انا بقى ايه مش بيبقى في ساعات حد معايا ان نصور بالعرض زي ما انا مصوره من المطبخ، لان انا حاطه الرينج لايت في سقف المطبخ، فما فيش حد كان متواجد ان هو يمسك لي التليفون بالعرض، وانا مش عارفه اشتغل وانا ماسكاه والله يا جماعه، فغصب عني بحطه بالطول كده في اداه عندي كده يعني بشتغل منها. ماشي، دلوقتي مطرح الزيت اللي احنا حمرنا فيه الكفته هننزل بالثوم كده، معلقه توم مهروسه كبير نعملها حلو، يعني في حدود معلقه كبيره هرميه. ماشي، اول ما التوم يبتدي يخش كده على لون هادي كده ذهبي خفيف كده، طبعا احنا معانا قرنين شطه حاميين، مش عاوزين الشطه الحاميه يا جماعه، اللي محبش الحامي يحط فلفل رومي، يحط فلفل الوان، بس هي يعني المشكله ان هي حلاوتها بالفلفل الحامي صراحه يعني. فانا عارفه اللي ما بيحبش الشطه الحاره يحط فلفل رومي، قرنين فلفل رومي او الوان، ايه اللي متواجد عندكم. احنا اولادي عشان بيحبوا الفلفل الحامي فبحط صراحه يعني ايه دول في حدود 3 قرون فلفل حامي. نزلت على التومه كده بالفلفل الحامي، وبعد كده هشوحه تشويحه صغيره كده، وكده ننزل بالطماطم زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش هنزود ميه ولا اي حاجه، وهننزل برضو بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل اسمر، بس هو ده اللي هننزل بيه على الصلصه. وهنحط الملح يعني ايه معلقه ملح صغننه او اقل، عشان خلي بالكوا الكفته يعني حادقه، بس البطاطس دلعه والطماطم دلعه. ماشي، عشان الصلصه ما تحدقش مننا كتير. بنقلب كده التسبيكه مع بعضها كده، الصلصه دي لوحدها حكايه، يعني ده انتوا ممكن تغمسوها بس بدون لا كفته ولا بطاطس ولا اي حاجه. ماشي، هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا، معلقه بصل بودر. انا عندي البصل والبودر والثوم البودر دول اساسي يا جماعه في اغلب وصفاتي، والفلفل الاسمر والكمون. وبعد كده بقى بهارات لحمه، بهارات فراخ برضو دول اساسي عندي، متواجدين عندي برضو. معلقه توم بودر، وهيبقى فيه معلقه ملح برضو صغيره. هضيف معلقه فلفل اسمر، يعني نفس التوابل اللي حطيناها، ما عدا طبعا ايه توابل المشاوي او توابل اللحمه او بهارات اللحمه. وحطينا معلقه ملح صغيره، بنسيبها بس يعني ايه يعني تغلي غلوه بسيطه كده، وبعد كده بننزل الكفته فيها. طبعا الكفته ما شاء الله اللهم بارك متماسكه جدا زي ما انتم شفتوها كده، وما فكتش خالص، اللهم صل على النبي، جميله جدا. هتشوفوا دلوقتي يا دوب بس الصلصه تغلي غلوه واحده بس كده، اهو نزلنا بيها زي ما انتم شايفين. هنسيبها بقى نقلبها تغلي برضو كام غلوه كده في قلب الصلصه اللي احنا عملناها دي. مش هنزود ميه ولا حاجه لان ما شاء الله الصلصه كتير لوحدها. ماشي، هنقلب الكفته مع الصلصه كده كويس اوي ونسيبها تغلي معاها. هي كده كده لا الكفته استوت، بس ايه يعني تاخد غلوه بس كده كمان يكمل سوا، بعد كده هننزل البطاطس عليها ونقلبها تقليبه، وبعد كده خلاص بنشيلها من على النار.
اهي بصوا يا دوب يعني غلت معانا كده. نزلنا البطاطس بقى المكعبات اللي احنا قليناها. دي بطاطس مكعبات مقلية يا جماعة، مش نية. ماشي، كنت لسه مطلعاها من الطاسة اثناء وانا بصور وشغالة. بنقلبها بقى مع الصلصة كده على النار مع الكفتة. حكاية أكلة، حكاية بجد، هتعجبكم جدا جدا جدا. انتوا بقى على حسب كمية البطاطس اللي انتوا عاوزين. عاوزين بطاطس كتير، عاوزين بطاطس قليلة. كل واحد طبعا دي بتزود الكمية وطعمها بيبقى رائع مع الأكلة. طبعا كنا أكلناها بعيش بلدي وكانت خطيرة يا جماعة والله. ما محتاجة حتى مخلل ولا محتاجة اي سلطة ولا أي حاجة. هي لوحدها ما شاء الله تفتح النفس وتأكل. وجربوها ومش هتندموا إن شاء الله. صينية الكفتة بالبطاطس المكعبات المحمرة بالصلصة الحارة. كده كانت خلصت معانا. ما تنسوناش بقى في لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وحطينا على وشها شوية خضرة كده للتزيين. وبألف هنا وشفا حبايبي على قلوبكم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله.